من أهم الفيديوهات اللي بقت متصدرة ترند دلوقتي على كل المنصات الفيديوهات بتاعة تنظيف البيت ومسح الأرضيات أو كنسها. القمر بقى أو المزة اللي احنا شايفينها دي كل فيديوهاتها مشهورة فيها إن هي لازم تبقى لابسة كعب عالي، لابسة بوت، لابسة أي حاجة، ويلا بقى تروح شغالة زي ما احنا شايفين كده كنسة الدنيا. وبتستخدم الصابون بتاعها، بتحط له ألوان معينة، يعني ده صابون والله صابون بس عاملاه باللون الأسود، شوية كده وهلاقيه باللون الأخضر، مرة بالأحمر مرة بالأصفر. فهي مشهورة بإن هي لازم تنظف البيت أو تنظف المكان الباركينج اللي قدام البيت وهي لابسة كعب عالي أو شوز معين. وكمان تبقى بتستخدم ألوان صابون في التنظيف بألوان معينة زي ما احنا شايفين كده. إنسان آلي يا جماعة والله العظيم، تصوير حلو قوي بنحب نتفرج عليه. الدكاترة النفسيين يقولوا لنا بقى احنا بنحب نتفرج على فيديوهات تنظيف الأرضيات دي قوي كده ليه. فيديوهات تنظيف السجاد، يعني جالي كومنت قبل كده جيب لنا فيديوهات تنظيف سجاد بجد. بس يعني راحة نفسية بعد ما اغمى عليها ونضفت قعدت بقى. بصوا المرة دي لابسة بوت، مامها بقى زعلت رايحة فين؟ ما فيش خروج يا بنتي والله ابدا لما تنضفي، يلا يلا على المطبخ. بصوا الصابون لونه ازرق، تيكي 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 رايحة جاية رايحة جاية، انسان آلي. التصوير طبعا هم بيبقوا مسرعين التصوير ومصورين سارعين الكاميرا، فبيدي شكل كوميدي شوية. فهي فيديوهات حلوة قوي بتجيب ملايين المشاهدات. انا بتعجبني وبتخليني والله نفسي اقوم اجيب الميه واكبكب الدنيا، بس انا عندي العيال هيغوصوا في الميه دي والدنيا شتا، ما في الصيف بقى، في الصيف نبقى نعمل الكلام ده. بص تمسك الميه تكب وتنضف الدنيا وتلمها ولازم نضارتها بالجيب بتاعها او بالسكيرت او بالدريس او بالبنطلون او باي حاجه، لازم بقمه شياكتها واناقتها البيت يتنضف. مع ان البيت بسيط جدا جدا ولكنه نظيف جدا، ده بيدل برضو على انهم نضاف. بس الغريبه بقى ان المطبخ على الصالة على طول أو على الريسبشن على طول، الصالة على طول. فهم بيت بسيط جدا جدا زي ما انتوا شايفين. هي دي كل ما هي خلاص بقى هتمشي بقى، يلا يا ماما باي باي يلا. حسبي حبيبتي وقعتي. برضو هنا انت مفيش خروج الا لما تخشي تلمي الغسيل اللي على الكنبة وتطوقي تحت الكنبة يا بنت جري. بصوا بس بجد فيديوهات احنا بنحب نتفرج عليها، بتجيب مشاهدات عالية جدا بجد، بتبقى مبهجة بالنسبة لنا. الوقت بيسرقنا واحنا بنتفرج على الفيديو، ما بنفكرش ايه اللي حصل، ولو خلص بندور على فيديو تاني لنفس الشخصية تاني او شخصيات تانية. ولكن البنت اللي هي في الفيديو هنا زي ما قلت لكم هي مشهورة بالفيديوهات بتاعتها ان هي لازم تبقى لابسة سكيرت معظم الوقت، لابسة بوت او شوز معين معظم الوقت، وزي ما احنا شايفين كده خبت الغسيل ويلا بتنظف الدنيا. انا بقى نفسيا زي معظمنا بنحب نتفرج على الفيديوهات دي، بتديني بهجة كده، بهجة بحب اتفرج عليها، وهي فعلا بقت الترند دلوقتي، دي حقيقة يعني. مين بقى بيحب يستخدم المية كده بالطريقة دي وبيحب ان هو بالنسبة له طريقة التنظيف دي من اهم الطرق اللي كنا بنستخدمها زمان. ولكن حاليا بيوتنا بقت صغننة الى حد ما، مش واسعة وكبيرة زي بيوت زمان، فاحنا بقينا نكتفي بالشرشوبة قليل. خلصت بقى ورايحة المشوار بتاعتها بتنادي عليها تاني، اجري يا مجدي اجري.